السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه كيف حالك اخبار؟ اليوم؟ انا الحمد لله، انت عامل ايه؟ على الرحب والسعة. هل هناك شيء آخر ترغب في مناقشته؟ انا عايز احكي لك عن حكاية اول نصب تعرضت له اول ما جيت المانيا. أهلا. أكيد أحب أن أسمع قصتك عن أول نصب تعرضت له في ألمانيا. ما الذي حدث؟ طيب انا طبعا كنت بعد ما خلاص الحمد لله عرفت ان الورق بتاعي قرب يخلص، فكان طبيعي جدا ان انا ابدأ ادور على سكن عشان اول ما اجي المانيا يبقى ليا مكان اقدر اروحه. أفهم. يعني كنت بدأت تحضر لحياتك في ألمانيا بعدما تأكدت أن الأوراق بتاعتك انتهت، إذا بدأت تدور على سكن. كيف كانت البداية؟ ايوه طبعا كلمت اصحابي بقى اللي هم سافروا المانيا قبل كده وبدأت اخد منهم نصايح واسألهم ادور على فين، وهم ادوني اسماء المواقع اللي ممكن ادور فيها على سكن. وطبعا كان اكبر نصيحة سمعتها من كل الناس واللي اتكررت عليا كتير ان انا اخد بالي احسن يتنصب عليا. أكيد. النصيحة دي كانت ضرورية، خاصة في مكان جديد. غالبا النصيحة دي كانت بسبب وجود حالات نصب كثيرة على الناس اللي بيجوا لأول مرة. بعد ما بدأت تدور على السكن، هل واجهتك أي صعوبات أو مواقف مش طبيعية؟ والله هو كانت الصعوبة ان مثلا الحاجات اللي اسعارها مناسبة كان طبعا بيبقى في ناس كتيرة بتبعت ليها، ففي الغالب ما كانش بيبقى في رد من اصحاب الاعلانات دي. بس انا قعدت ادور وما يئستش برضه وفضلت اتابع مع الناس لغاية اما الحمد لله حد رد عليا وبعت لي فيديو للشقة اللي هاخدها، وبصراحة عجبتني جدا وخصوصا ان سعرها مناسب بالنسبة لي. أيوه، ده طبيعي لما السعر يكون مناسب بتكون المنافسة كبيرة. بس كان رد الشخص بعد ما بعت لك الفيديو مطمئن؟ وهل كان في أي شيء غريب في التفاصيل اللي أخبرك بيها؟ والله هو انا قلت له اشترطت عليه ان انا مش هدفع اي فلوس غير لما اجي واستلم الشقة زي ما اصحابي قالوا لي ونصحوني. وهو الراجل قال لي ما فيش مشاكل، بس اهم حاجة ان انت تبقى متأكد ان انت هتيجي وهتاخد الشقة عشان بس هو ما يخسرش الشقة. فده خلاني اطمئن شوية وخلاص، اطمئنيت ان انا خلاص اول ما اجي على المانيا هلاقي مكان. حسناً، يبدو أن الشخص كان متجاوب مع طلباتك، ولكن أيضاً كان عنده شرط مهم بخصوص تأكيدك على الحضور. هذا الشيء طبيعي في بعض الأحيان، ولكن تظل الحذر ضرورياً خاصة إذا كان في تفاصيل غير واضحة. بعد ذلك، هل استلمت الشقة فعلاً أو واجهت أي شيء غير متوقع؟ ايوه طبعا، دي المشكلة. انا طبعا خلاص حجزت الطيارة وجيت على المانيا على اساس ان انا ليا مكان. واول ما وصلت كلمت الراجل وقلت له ان انا موجود وعايز استلم الشقة. فبلغني ان هو للاسف اضطر يسافر برا المانيا وقدامه كام يوم عشان يرجع. ده كان مفاجأ. يعني بمجرد وصولك الراجل قال لك إنه في سفر وما فيش مجال لاستلام الشقة. دي بداية غير موفقة. بعد ما قالك كده، هل حاولت التواصل معه تاني أو سألته عن أي تفاصيل أخرى؟ ايوه انا كلمته طبعا لان انا في لوحدي في بلد غريبة ومعايا الشنط بتاعة السفر الكبيرة طبعا وفي الشارع. وللاسف الطقس كان سيء جدا ساعتها، كانت الدنيا بتمطر بغزارة والجو كان برد جدا وانا مكنتش اعرف اروح فين ولا اجي منين. بس فهو قال لي خلاص انا ممكن اتصرف وابعت لك المحامي بتاعي بالمفتاح عشان تاخد الشقة. يا إلهي، الوضع كان صعب جدا، في وسط البرد والمطر ووحدك في بلد غريب، وكل ده بعد ما كنت متوقع إنك هتستلم الشقة. هل المحامي اللي هو قالك عليه فعلا وصل مع المفتاح؟ لا هو الاول اشترط عليا عشان يبعت المحامي ان انا ابعت له الفلوس اللي اتفقنا عليها على حسابه البنكي، وبعدين هو هيبعت لي المحامي. فانا طبعا بصراحة بدأت اشك في الامر
وبلغته وقلت له خلاص انت ابعت لي المحامي وانا اسلم المحامي الفلوس في ايده اول ما يجي ويسلمني الشقة. هو قال لي لا، المحامي قال ما ينفعش ياخد الفلوس، وازاي المحامي ما يستلمش الفلوس وكده. فكان اخر حاجة قلت له خلاص المحامي يجي يسلمني الشقة وانا ابعت لك الفلوس على حسابك والمحامي موجود. فبرضه رفض رفض قاطع، يعني قال لي لازم ابعت له الفلوس الاول قبل ما يبعت لي الشقة. يبدو أن الوضع أصبح أكثر غموضا، خصوصا مع رفضه تسليمك الشقة بدون الدفع المسبق. هنا بدأ الشك يظهر بوضوح. هل قررت في هذه اللحظة أنك مش هتكمل في الصفقة؟ وهل حاولت البحث عن خيارات أخرى أو التواصل مع أي جهة للمساعدة؟ اكيد طبعا انا خلاص قلت له لا خلاص، لما تيجي نبقى نشوف الشقة، انت انا مش هدفع فلوس غير لما اشوف الشقة واستلمها بنفسي. فهو طبعا قال لي خلاص انا كده انت بتخل باتفاقك معايا، وانت كنت قايل ان انت هتستلم الشقة وانا هشوف حد تاني وفي ناس تانية هتاخد الشقة ومش عارف ايه. قلت له خلاص براحتهم ياخدوها، لكن انا مش هدفع اي حاجة غير لما استلم. فطبعا بقى قعد يبعت لي رسائل تاني وان الناس خدت الشقة قال، وبعدين يقول لي طب خلاص انا ممكن اشوف لك حاجة تاني. بس انا رفضت رفض قاطع طبعا، لان انا بصراحة كنت خايف يتنصب عليا. الراجل ده بدأ يظهر بشكل غير مريح جدا بعد كل الرفض اللي حصل منك. كده هو كان بيحاول يضغط عليك بطريقة غير مباشرة. في النهاية، هل قدم لك عرض آخر؟ وهل قررت تتابع مع أي خيارات سكن تانية؟ والله انا بصراحة كانت يعني الحاجة اللي خوفاني طبعا ان انا لو فقدت الفلوس اللي معايا، انا جاي من مصر واصلا انا مستلف الفلوس اللي معايا. فانا لو كانت الفلوس دي اتنصب عليا فيها انا كنت هبقى مديون وهبقى في الشارع ومن غير سكن. فالامر كان مؤزمني جدا يعني. فعلا كان موقف صعب جدا، خصوصا مع الظروف اللي كنت فيها. كان عندك كل الحق في الحذر، خاصة أن الفلوس كانت غالية عليك وإنك كنت مستلفها. لحسن الحظ إنك قدرت تتمسك بموقفك وتكون حذر، لأن في مواقف زي دي يمكن أن تتغير حياتك بشكل كامل. في النهاية، هل لقيت سكن تاني أو قدرت تتحرك وتلاقي مكان آمن؟ والله قعدت ادور على اقرب فندق وبت فيه كام ليلة لغاية اما الحمد لله ربنا وفقني ولقيت سكن تاني. الحمد لله إنك لقيت سكن تاني بعد كل التعب ده. كان قرارك الذكي إنك تدور على فندق في البداية عشان تأمن نفسك، وأكيد كانت تجربة صعبة، لكن المهم إنك قدرت تتجاوزها. كيف كانت تجربة السكن الجديد بعد كده؟ لا طبعا اكيد يعني الحمد لله كانت تجربة احسن بكتير، كان ناس محترمين، وقابلت صاحب السكن وشفت الشقة بنفسي وعاينتها وكتبنا عقد مع بعضنا والامور مشيت بخير. الحمد لله إن الأمور اتحلت بشكل أفضل في النهاية. لما قابلت صاحب السكن مباشرة وشفت الشقة بعينك، ده أعطاك أمان أكبر. مهم كمان إن كل شيء تم بشكل قانوني وواضح. هل الحياة في السكن الجديد مستقرة الآن؟ اه الحمد لله مستقرة. Alhamdulillah, I'm really glad to hear that. It must feel so much better now to have found a stable place. How have you been settling in otherwise? والله الامور الحمد لله مستقرة، وديني قاعد اهو نقلت على السكن الجديد. وانا عايز بصراحة اشكرك جدا ان انت استمعت ليا، وعايز اقول لكل الناس اللي بتستمع ليا ان هي تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب. ولو عايزين اتكلم ازاي تلاقي سكن في المانيا وخصوصا برلين، يا ريت تبلغوني في التعليقات وانا هعمل لكم فيديو جديد.